حبايب قلب منامور، عارفين ان سمك المكاريل هو ارخص نوع سمك في السوق. بس النهارده هخليه طعمه وريحته احلى من اي مطعم فاخر. وهقول لكم ان من بعد الاكله دي جوزي قال لي ان اكلك احلى من اكل امي. انا اسفه يا حميتي، الطعم وريحته كان يجنن. شايفين الجمال والروعه؟ وركزوا معايا في التفاصيل، التفاصيل مهمه جدا. والسر بقى في الموضوع كله، اول حاجة لازم اي اكلة او اي حاجة بنعملها في حياتنا نسمي بسم الله. طبعا اول حاجة سميت بسم الله ونزلت بمعلقة كبيرة من الثوم وعصير الليمون، والتتبيلة دي اللي هتودي السمك المكاريل في حتة تانية خالص. والتتبيلة عبارة عن كزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسود وملح وهريسة شطة ومعلقة صغيرة من بهارات السمك، وانا كاتباها لكم على الشاشة علشان لو حبيتوا ترجعوا لها. وطبعا شوية زيت وبقدونس لو انتوا حابين، طبعا بتفرق في التتبيلة، بتوديها في حتة تانية. ومعلقة كبيرة من الملح. طبعا كل واحدة تقدر تحدد الملح اللي هتحطه على حسب الكمية، وهتقلبي كل ده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. اول حاجة غسلت السمك كويس جدا بالخل والملح والدقيق عشان ما يبقاش فيه اي ريحة مش حلوة. وبعدين التتبيلة السحرية بقى اللي انا عملتها معاكم دي هقعدها فيها لمدة نص ساعة في التلاجة، ودي اللي هتفرق في الطعم. وزي ما انتوا شايفين كده انا فتحت الجوانب وحشيت الجوانب من التتبيلة علشان السمك يشرب من التتبيلة بالكامل. ولو اتفضل شوية تتبيلة انا هغطي بيها السمك وهسيبها في التلاجة حوالي نص ساعة علشان السمك يتبل ياخد من التتبيلة او يشرب من التتبيلة زي ما انتوا شايفين. ونيجي بقى لأهم خطوة والسر الخطير اللي هتعرفوه معايا في الفيديو ده عن الرز الصيادية. الرز الصيادية كلنا عارفين ان احنا بنحرق البصل وبعدين بننزل بالمية ولحد ما المية تغمق بنغسل الرز وننزل بالرز، دي الطريقة التقليدية. طب اقول لكم بقى على السر، انا في الفيديو ده اول مرة اجربها معاكم بس فرقت في الطعم والريحة واللون، وندمت ان انا ما عملتش الخطوة دي من زمان. حطيت حلة على النار ونزلت بالزيت، واول ما سخن نزلت ببصلاية كبيرة مضروبة نص ضربة، يعني ولا هي خشنة ولا هي ناعمة علشان ما تتحرقش بسرعة. وسبت لون البصلة زي ما انتوا شايفين، وغسلت الرز ونزلت بيه من غير ما انزل بالمية زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنزل بالملح، وكل كوباية رز عليها نص معلقة صغيرة من الملح، وحطيت فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة صغيرة من بهارات السمك، وهقلب كل ده مع بعضه. هنا طبعا التركية المهمة للناس اللي ما تعرفهاش، نص معلقة صغيرة من القرفة اللي بتودي الرز الصيادية في حتة تانية خالص. وبرضو التركية اللي اول مرة استخدمها في حياتي، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، دي اللي هتلون لون الرز وهتخليه لونه احمر والطعم كان يجنن. ونزلت بالمية، طبعا اللي ما يعرفش ان المية بتغطي الرز بحوالي عقلة صباع، وبعدين اول ما يتشرب ههدي النار وانقله في نار هادية خالص. وحلة تانية على النار نزلت بالزيت وبصلاية مضروبة ضرب متوسط، هنزل بيها بالشكل ده. وهسيب شوية بصل وهقول لكم ليه. شوية البصل اللي انا سبتهم في الكبة دي حوالي معلقة كبيرة من البصل، وحطيت عليها خل، ودي اللي انا هتبل بيها السلطة. وبعدين اول ما البصل لونه اتغير هحط
معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهنزل بعدد 2 طماطم مضروب ضرب خشن بالشكل ده، وبعدين هبقى اخففها بالمية واقلب. والتتبيلة الاساسية سواء للصلصة بتاعت السمك او الرز او السمك هي كزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسود والملح ونص معلقة صغيرة من بهارات السمك. دي القاعدة الاساسية اللي هتخلي اي اكلة سمك في حتة تانية خالص. وهنا بعد ما الصلصة اتسبكت وهفتح الرز اشوف الجمال، بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون عامل ازاي؟ انا اول مرة اجرب الطريقة دي وشكله يجنن، لونه ما شاء الله. انا ما توقعتش النتيجة دي، بس طلع ما شاء الله تحفة. وعملت هنا السلطة، انا خرطت الجرجير بعد ما غسلته وصفيته كويس من المية، وهنزل بالطماطم والخيار والبصلايه او معلقه البصل اللي انا اخدتها وحطيتها في الخل، هزودها كده او هنزل بيها بالسلطه. اول حاجه هتدي السلطه نكهه حلوه قوي قوي قوي. ده غير بقى ان هي الخل لما تقعد في الخل مثلا عقبال ما تخلصي الاكل هيكسر حده الطعم بتاع البصل، ما يبقاش طعمه قوي او يعمل ريحه في البق. وبعدين نزلت بالكمون والكزبره الناشفه، وطبعا معلقه صغيره من هريسه الشطه اللي بيحب الاكل سبايسي. وطبعا كلنا بنحب الاكل سبايسي بما ان هي اكله سمك، فلازم يكون الاكل حرش عشان ياكل الكل يعني. وهنزل بزيت الزيتون لو متوفر، ولو مش متوفر اي زيت نباتي عادي، دي خطوه مش اساسيه. وهقلب كل المكونات كلها كده مع بعضها، مع مراعاة ان انا ما حطيتش ملح، والملح بيتحط قبل التقديم على طول زي ما كل ستات البيوت الشاطره اللي عارفه الكلام ده. بس انا طبعا زي ما فهمت حضراتكم قبل كده ان في بنات كتير ما يعرفوش اساسيات في الطبخ، وفي رجاله زوجاتهم متوفيين او مثلا ما عندهمش ام او حاجه وعايشين لوحدهم. فالتركات البسيطة اللي انا بشرحها دي بتفرق مع الناس اللي هي ما تعرفش حاجة عن الاكل ولا حاجة عن المطبخ. وهنا انا عصرت ليمونية على السلطة لان برضو بتودي السلطة في حتة تانية خالص، ده غير الخل. وكده السلطة تكون جاهزة على التقديم، ناقصها بس الملح. هفتح الرز واشوف ايه الاخبار، وطبعا هقلب بالشوكة. الرز لازم يتقلب بالشوكة، واثناء ما بتحطي الميه الرز ما بيتقلبش برجاء عشان الاكل يطلع تحفه. طول ما الرز فيه ميه الرز ما بيتقلبش نهائي علشان ما يعجنش. هنا انا محتاجه احط شويه ميه سخنه عشان لسه ني شويه، وحطيت يعني اقل من ربع كوبايه ميه، وهقلب بالشكل ده. اجيبه من فوق لتحت بالشوكه، وهساوي طبعا السطح. دي من الحاجات اللي بتخلي الرز يطلع كله في سوا واحد، ما تبقاش رزايه نيه ورزايه معجنه ورزايه ملهاش اي ملامح. وهغطي واحطها على نار هاديه. هنيجي في الخطوه اللي بعد كده. انا عندي كيس من الدقيق بتاع السمك كنت مستخدماه قبل كده، وكاتبه على الكيس من بره دقيق سمك علشان هو متبهر. حاطه فيه نفس التوابل اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبره، وطبعا سن كاري علشان لونه يطلع اصفر. وهنا انا ضفت معلقه كبيره من النشا عشان السمك يطلع مقرمش. وحطيت طاسه على النار وهنزل بالزيت واسيبه لحد ما يسخن، وهقلب كل الدقيق كده مع النشا. وهو اوريدي زي ما قلت لحضراتكم ان انا كنت متبلاه قبل كده، بس بعد كل استخدام انا بنخله بالمصفى او بالمصفى الصغيره يعني، علشان لو في اي توم او اي فضلات من السمك القديم ما يبقاش مش لطيف وتبوظ لي طبعا الاكله كلها. فانا بنخلها بالمصفى وبستخدمه لمره تانية بعدين. فانا ما حطيتش هنا ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه لان هو اساسا متبهر. وهغلف السمكية كده في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، هغطيه بالكامل
وطبطب عليه. هعمل كمان واحدة. احاول اخلي الدقيق يمسك في السمكية ذات نفسها. والدقيق ممكن برضو زي ما قلت لحضراتكم لو اتبقى شوية دقيق ننخله ونشيله برضو في التلاجة نستخدمه المرة كمان. وهنا بعد ما الزيت سخن هنزل بالسمك زي ما انتوا شايفين الرغاوي اللي طلعت من الزيت دي، كده معنى ان الزيت سخن. فهنزل بالسمكية زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما انزل بالسمك احاول اهدي النار. دي التركية المهمة اللي هتسوي السمكية وفي نفس الوقت هتخليه يطلع مقرمش، لان انا مش عايزاه يتلسع بسرعة وياخد لون واستعجل عليه، لان ممكن يطلع ني من جوه ومش هيبقى لطيف وكده تبقى الاكلة باظت. طبعا بعد ما اخد لون من تحت هقلبه الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. وهنا هنزل بالملح عشان السلطة تتبل، وهقلبها من فوق لتحت واسيبها شوية لحد ما بقية الاكل يخلص وتكون جاهزة على التقديم. كده انا غرفت السلطة زي ما انتوا شايفين كده وجاهزة على التقديم. وهرجع ابص للسمك هو كده خلاص استوى وكله تمام. وهصفيه من الزيت واحدة واحدة كده، اصفيه واحطه في البايركس او في الصينية اللي هدخلها الفرن. زي ما انتوا شايفين كده اصفيه كويس جدا من الزيت. كده السمك كله خلاص هشيله كله من الزيت بعد ما اصفيه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل عليه بالصلصة اللي احنا سبكناها مع بعض. الصلصة دي ودت السمك في حتة تانية خالص بأمانة، ريحتها وطعمها يجنن. ولو جربتوا الوصفة دي هتدمنوها وهتبطلوا تعملوا الطريقة التقليدية بتاعة السمك المكاريل المقلي او المشوي. وهنا هغرف الرز هحطه في البولة بتاعة الرز او القالب بتاع الجيلي. نعمل تكات وحركات كده علشان تفتحي نفس جوزك والولاد على الاكل. وشايفين الرز عامل ازاي؟ الرز الحمد لله مش معجن، لونه تحفة والطعم كان حكاية. والسمك خلاص خلص وده الشكل النهائي. طبعا السمك اللي عملته معاكم قدمته مع السلطة وسلطة الطحينة وشوية عيش سخنين. والله اكبر الاكلة طلعت زي الفل وريحتها تجنن. الاكلة مش بس رخيصة، لا دي كمان هتخلي جوزك ينسى اكل امه. انا اسفة يا حماتي. وده الشكل النهائي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي انا بشكركم. وبالله عليكم بالله عليكم انا القناة بتاعتي لسه موصلتش ال1000 مشترك. انا والله العظيم يا جماعة بتعب في الفيديوهات دي، واكيد في ناس كتير جربت الموضوع ده فعارفين ان الطبخ والمونتاج والتصوير بياخد وقت وبياخد مجهود. والله لحد دلوقتي القناة بتاعتي لسه صغيرة ما وصلتش ال1000 مشترك. ولو بتشوفوني انا بشكركم، وبالله عليكم تكتبوا لي في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وقولوا لي انتوا بتعملوا سمك المكاريل ازاي وبتسموه ايه. ولايك وشير وسبسكرايب واستنوني ان شاء الله بالفيديو جاي. باي باي.